النهارده يوم جديد. بصوا، تاني يوم من ال 12 ساعة شغل، ولكن عشان منبقاش كذابين احنا روحنا في نص اليوم كده. يعني مثلا كنا هنا مثلا على حوالي الساعة 4 كده. اوكي، استنى اظبطكوا تاني زي ما كنتم، بلاش فزلكة. تمام. ف احنا ما قعدناش كتير هناك. يعني هو نوعا ما والله العظيم بجد رجعت برضه طبعا ميته تعب ومرهقه جدا، والحمد لله الحمد لله كان عندي اكل من اليوم اللي قبليه، فكنا وخلاص على كده بس. وقعدنا بقى تمام، بس المطبخ كان نضيف لحد لحظه معينه. انا عندي اكتر حاجه وحشه ما بحبهاش في حياتي هي حله اللبن، اوكي، اللي هي بيغلي فيها اللبن دي. فهو ده فعلا اللي انا سبته، حطيت فيها ميه وكده وسبتها. والمفروض بقى ان انا دلوقتي اقعد ان انا عدي عنه. المفروض ان انا اقعد اغسلها كويس وكده وننضف المطبخ قبل ما نبتدي في الاكل، لان الاكله بسيطه وسهله كلها على بعضها في حله، في طاسه واحده، في صينيه واحده، وارمي بقى يا معلم. وشويه رز بشعريه بيرفكتو، بس ما عنديش شعريه، انا هعمل رز حبايه وحبايه. اوكي اوكي، ده بالنسبه لي. انا امبارح كان بالنسبه لي يوم مش الطف حاجه. ليه بقى؟ اوقات كده عارفين لما بتحسوا ان انتوا لو سمعتوا دوشه دلوقتي اعرفوا ان الكائن ده بيجيب لي المطبخ على الارض، وبرجع ارجعه تاني كل 10 دقايق بالظبط يعني. تمام. فلو عندكم طفل في الوقت ده، السن ده، هذا الولد، حاولوا ان انتوا تظبطوا الارفف اللي تحت كلها، ما يبقاش فيها ازاز، سكاكين، الحاجات دي كلها، بحيث حتى هو لو وقع حالا بيوقعني مثلا طبق بلاستيك، في بولات صغيره بلاستيك، علب تلاجة، حاجات من دي، بحيث ان هي لو وقعت بعد الشر بعد الشر عليه يعني ان هي ما تعملوش اي حاجه. انا شلت كل الحاجات، البايركس او الكلام ده كله، رجعته ورا خالص، وطلعت له كل البلاستيكات ايه في الحته اللي هو يقدر ان هو يشد منها الحاجه، لان انا مش قادره امنعه ان هو يلعب، مش قادره امنعه ولا اضربه ولا الكلام ده الحمد لله يعني. فبسيبه يمارس هواياته كلها براحته ويعيش طفولته كده براحته، واحنا نلم عادي، مش ورانا حاجه. تمام، او ورانا بس يعني لازم نبقى قايلين على ولادنا. تمام كده. فامبارح بقول لكم بقى ان هو كان يوم شغل. في العادي انا بالنسبه لي 12 ساعه مش ازمه كشغل، على قد ما ازمه ان انا ما كنتش مرتاحه في المكان اللي انا فيه. بمعنى ان انا اوقات ببقى مثلا حاسه ان الناس اتعودت عليهم في الشغل مش موجودين، او ان المحيط حواليا مش الطف حاجه، مش عارفه، مش بحس يعني. استنوا كده بقى، ان اوقات انا لو انا اشتغلت شغل كتير قوي بس الناس اللي انا موجوده معاها اريح حاجه بالنسبه لي ومتعوده عليهم وكده، هو كده كده كلهم لسه جداد بالنسبه لي لان انا موجوده في مكان تاني، ولكن اوقات ايه بيبان يعني اللي هو بحس ان انا في ناس شبهي برتاح معاهم في الشغل وفي ناس لا. فامبارح كده كده انا مشيت فاهمين، بس كان اللود الشغل كان اصعب حاجه. كنت حاسه برضو ان انا في ناس بحبهم وسايباهم وماشيين، وفي ناس تانية مش بحب اتعامل قوي في حوار الشغل وكده، في المحيط ده، فاهمين حاجه؟ بس كده. فهو ده بس اللي حصل امبارح. بس الحمد لله يعني روحت الحمد لله يعني، واليوم عدى عادي، اللي هو ما ارهقتش نفسي، ما سبتش المطبخ مش نظيف، والله مرتبه قبل ما انام. ولكن حالا لو بصيتوا عليه تقولوا بقاله 3 ايام مش معمول. ده كله بسبب ان هي وقع كل حاجه، وعلى ما عملنا فطار الصبح وعملنا ايس كوفي وفطرنا وكده كنا بهدلنا كل حاجه عشان خاطر اعرف ان انا اقعد معاه والعبه وكده وناكل واقضي له بقى. بحب اليوم اللي هو احنا قاعدين فيه مع بعض، ما حسوش بلود ان هو لازم يفطر، لازم يقعد، لازم كده، لا، براحتك وكل براحتك. كل شويه مثلا وانا ماشيه كده اديله حاجه كده، يعني محسش ان انا في لود عليا ولا عليه، فاهمين حاجه؟ بنتعامل مع بعض كاننا 2 كبار عايشين في البيت. انت عايز تفطر تمام، شويه لا كده، براحتك خالص. تمام، بس كده. حالا بقى هنعمل ايه؟ هروق اهم حاجه الحوض قبل ما اقف عشان ما يعملش ريحه وحشه، لان اللبن بيعمل ريحه. وهلم الحاجات اللي جايه بوظها عشان يجي كمان شويه اوقعها، ومكان الايس كوفي والحاجات دي كلها، وحتى كمان عشان نعرف نصور مع بعض الاكل وكده. خلاص، بالنسبه بقى للبيت فهو البيت مش اوحش حاجه، لا الحمد لله كويس. الدنيا بس تتظبط، نشفط التراب والبواقي الاكل مثلا لو هي حاجه، الحاجات دي كلها. لو عندنا هدوم، كان عندنا هدوم عايز تطبق بس اللي هو كام قطعه كده بسيطه خالص، يعني كانت دوره غسيل بسيطه بس كده. نظبط يعني الحاجات ونلمع من فوق الاسطح كده والحاجات دي وخلاص، مفيش اي حاجه تقيله يعني الحمد لله. بس اقعدوا بقى معايا اليوم، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا كومنتات، واهم حاجه تعملوا سبسكرايب عشان نكتر كتير كتير كتير. باي باي. بصوا، عارفين السوداني اللي هو بالشوكولاته ده؟ تحفه تحفه تحفه.
لكم تاني بقى عملنا ايه. طبعا يايا نام تمام، وقبل ما ينام كنت انا غسلت المواعين بسوق الحوض بيرفكت، وبعد كده نام تمام. فدلوقتي انا بتكلم بصوت واطي عشان هو لسه نايم تمام. روقت بقى كل الرخامات، البوتاجاز، كل حاجه بقت بيرفكت الحمد لله، عشان اعرف اعمل اكل كده على نظافه. وغسلت الخضار ده تمام، ده فلفل الوان، بطاطس وجزر وفلفل اخضر وتوم، معايا صوص توم وطماطم وكل الحاجات دي تمام. بس كام يعني طماطمتين 2 تقريبا صغنطتين قوي جامدين، عشان ما يعملوش صلصه كتير. انا مش عايزه اعملها بصلصه خالص النهارده، انا عايزه اكلها كده يعني اللي هو لونها ابيض لسه متبله بس وخلاص. طب هي ايه بقى؟ شفتوا اهم حاجه انا بقول لكم عليها دايما، انتوا هاتوا الفراخ في البيت و يعني اسمها ايه، اخلوها وظبطوا انتوا الوجبات اللي انتوا عايزينها. ايه اكتر اكله بقى بحبها من الفراخ؟ الحوايج بتاعتها، مش عارفه انتوا بتسموها ايه، بس اللي هي الجناح، الرجول، لا الرجول مش بحبها، اللي هي ايه مش عارفه اقولها لكم ازاي، رقبه مثلا، اي حاجه انا خلصت منها عظم في الفرخه انا بستخدمها كده، بس بيكون طبعا فيها لحمه، اللي ما فيهاش ده برميه خلاص بقى انا مش محتاجاه. بس زي مثلا انا كنت جايبه فتره فراخ مثلا كل شهر بحوشهم مع بعض وبستخدمهم، فانا معايا اجنحه بتبقى طعمها سكر في الوصفه دي، سكر كده سكر بجد، ورقبات وحاجات من دي. مش فاكره ايه تاني يبقى في الحوايج بصراحه، بس هو حاجه كتير بس مش عارفه ازاي انا ناسيه. بس حتى لو هم دول بس فانا بعشقهم. احطهم بقى في الخلطه، هي بصوا هي خلطه بيضه بالصلصه فعلا، ولكن مزودين معاها الحوائج دي تمام. اهم حاجه بقى في الحاجات اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها، تعالوا واحنا بنقطع اقول لكم ثانيه واحده. بصوا بقى انا هبتدي اقطع تمام. فاكرين بقى لما انا قلت لكم ان انا عايزه اعمل لكم فيديو عشان اقول لكم فيه على التريكس اللي ممكن تعملوها عشان ما تحسوش بالتعب في الفتره الاولى من الولاده او في الحاجات دي كلها، او لو انت مثلا بنوته ما كنتش شايله يعني مش شايله مسؤوليه، اللي هو مثلا ما كانش عليكي لود وانت في بيت باباكي او كده، يعني ما كنتش بتعملي حاجه مثلا يعني تمام، فاضطريتي ان انت تتحطي في الموقف بتاع الجواز وكده، فايه فحاسه ان انت محتاسه او حاجه. طيب اهم حاجه تتعلميها او مش تتعلميها يعني براحتك، بس دي اكتر حاجه فادتني في حياتي هنا بالذات. انا كنت كده كده متابعه اليوتيوب بقالي كتير، فكنت بستفيد منهم قوي قوي قوي، الناس اللي هم اكبر مني بقى وكده. فلقيت حوار التفريزات ده وبالذات لحد بيشتغل يعني كانه طوق نكايه بجد في الجواز كله، خصوصا لما بتخلفوا الموضوع بيختلف تماما في الوقت وفي المجهود وفي الطاقه وفي كل حاجه. فالتفريزات دي حرفيا هي بتفيدكم 100%. مفيش حد ممكن يشتكي من التفريزات. طب هتعملوا ايه؟ انا مثلا انتوا شايفين فيديو تفريزات، انا عملكم كذا فيديو قبل كده. اهم حاجه في الموضوع ان انتوا تكونوا عارفين انتوا بتاكلوا ايه. يعني انا مش بجيب فراخ ولحمه وافرز ويلا احط كل الحاجات في التلاجة من غير ما اكون عارف دي ايه، او احطها لمجرد ان انا اغسلها واحطها وخلاص كده، لا. فكره ان تكونوا عارفين انتوا بتاكلوا ايه. يعني مثلا زوجكم ملوش مثلا في البشاميلات، او بيحب البشاميل مثلا المكرونه او الكوسه بشاميل او الحاجات دي كلها، بس مش باللحمه المفرومه، ممكن يكون بيحبها بالكبده. في ناس كده واحنا كده. الكبده اللي هي بتاعه الفرخه ان انا بقطعها كيوبس صغيره برضو وبعصجها وكده وبستخدمها في المكرونه بشاميل. طب تمام، اروح انا اجيب بقى لحمه مفرومه كتير جدا وافرزها واسمي فرزت؟ لا. اعرفوا الحاجه اللي انتوا بتستخدموها. انا بحب كده اجيب كده. طب اجيبه اعمل فيه ايه؟ يا اما عندك حلين، يا اما يكونوا هما جاهزين في البيت اللي هو تطلعي وتعملي على طول، يا اما جاهزه العصاك وتحطي وتطلعي منه. لو انت بتشتغلي حوار ان انت تجهزي الاكل وتعبيه في علب او في اطباق فل او الحاجات دي كلها وتعينيها، ده بيرفكت بجد. الشيش ممكن تطلعوا من الفراخ وجبات كتير جدا، تعملوا شيش، تعملوا بانيه، تعملوا ستريبس، وممكن تتبلوه كمان وتزودوا الكفر عليه جدا وتطلعوه من التلج على الزيت على طول. ساعتها مش هيفك خالص. وممكن على فكره كمان لو سبتوه بس يفك، اللي هو تعرفوا تشيلوا واحده بوحدتها مش هيفك. وبرده قلت لكم ان انتوا عشان تخلوه ما يلزقش في بعضه ان انتوا تحطوا اكياس ما بينهم، صح كده؟ بس كده. فاهم حاجه في الموضوع التفريزات زي ما قلت لكم ان انتوا تشوفوا استهلاككم ايه، دي اول حاجه. وتكتبوا بقى النوتس اللي انا قلت لكم عليها، ان هو اللي انا باكله دوت اسمه ايه، او اللي انا بطلعه ده اسمه ايه. ده حلو جدا جدا.
بس كده، ده موضوع التفريزات، ان انتوا بجد تجهزوا الوجبات تكون سريعه ومتبله ومحطوطه، حتى لو عايزين تسووها وتطلعوها التسخين اعملوا كده، محدش هيحاسبكم طول ما انتوا بتاكلوا الاكل برضو. تاني نقطه، غير استهلاككم هو طبيعه اكلكم. بمعنى ايه؟ ان هو انا مثلا بحب الاكل البايت، في ناس تانية مش بتحبه. انا ممكن اقعد اكل في الاكل، لو عندي مثلا فرخه بقى منها اكل ممكن اكله، ممكن اعينه في الفريزر لو انا زهقت منه يومين، مثلا سي الفرخه دي كبيره او حد مننا ما اكلش وبقى عندي منها، بحطها في الفريزر. هل لما اجي بعدها بكذا يوم بسخنها وباكلها عادي جدا؟ انت بقى بتعمليش كده او مش بتحبي كده، خلاص يبقى ما اسميش ان انا فرست وان انا استهلكت وكده وخلاص وقت موجود، لا خلاص، يبقى انا بعمل وجبه واحده بتكفي يوم واحد وخلاص على كده، خلاص كده. ده هتصحي بجد لو انت معاكي بيبي او معاكي حاجه، يا دوب تحطي الاكله دي في البوتاجاز وخلاص على كده، في الفرن بقى، في اي حاجه الدنيا تمام معايا. ممكن تفرزي الخضار، تفرزي سبانخ، تفرزي بسله، تفرزي، انا دول اللي انا مجرباهم طلعوا حلوين قوي. البسله، السبانخ حلوين جدا في التفريز. الفاصوليا ما حبيتهاش قوي، ماشي. ايه تاني اللي ما حبيتهوش؟ الكوسه ما حبيتهاش قوي، مع ان انا جربتها وكان عندي كتير في فتره كده، كانت مامتي جابت لي فما كانش ينفع ارميها فجربتها. بصوا كنت باكلها بس كنت دايما بحس بطعم غريب كده شويه، فاهمين؟ بس كده، فانتوا بتشوفوا برضو الحاجات اللي تصلح ان انا اصلا افرزها او لا. بس ده تاني بوينت في حوار التفريزات ده. خلاص. كان في حاجه كمان كنت عايزه اقولها لكم بس انا نسيت يا جماعه بجد. فتره اللي معاكم فيها حبيبي دي ما تفتكروش اي حاجه، مش فاكره حاجه، كل الكلام اللي انا بتكلم فيه بنساه وانا بتكلمه، كل حاجه. افتكرت، شوفوا حوار بقى الاكل ان هو يكون بيكفي يومين، ده طب انا اكلي بيكفي يومين، انا بحب كده، بحبش اعمل يعني مش بحب اقف في المطبخ كل يوم، لا انا لو عليا بموت في المطبخ، ولكن مثلا ما عنديش الطاقه دي دلوقتي، او مثلا معايا بيبي فمحتاج مني يعني مسؤوليه اكتر، تمام، مش زي ما كنت لوحدي او كده. وبلس كمان ان انا رجعت الشغل. طيب هعمل ايه بقى؟ الاكل بتاع اليومين دول انت بقى بتحسبي، بتشوفي الرز مثلا، دايما الرز بيزيد مني بطريقه غبيه، بس اقول لكم مثلا ان انا بحاول كل فتره ان انا اقلل من الحوار ده، ان انا اظبط ايدي في الرز شويه، ان انا خلاص عرفت ان انا عندي مج معين في البيت بستخدمه، بعمل منه كل مره الحاجه دي. اوكي. فحوار الاكل بتاع يومين والاكل المتفرز ده خطير يا جماعه، خطير في حوار الامومه في اول فتره دي. طبعا لو ليكي مثلا يعني حد بيساعدك، مامتك، حماتك، اختك، اي حد مثلا بيعمل لك اكل وبيساعدك في الفتره دي، تمام. طب لو كل واحد مثلا عنده حاله او مسؤولياته او كده ومحدش واقف جنبك، او مش واقف جنبك بقى، يعني ربنا يعين كل واحد على حاله، اللي هو ايه، ما عندكيش الرفاهيه دي ان انت مثلا مش قاعده وحد مثلا بيخدمك او كده، لان في ناس تبقى كده، في ناس اهاليها بتعودها ان هو خلاص ولدتي احنا ستيل معاكي وساندينك ونجيب لك كل الحاجات ومش عارف ايه وكده. انا اصلا مش بحب اللود ده ان انا احطه على حد في حياتي، لا، كل انا طلعت مثلا من مكان اشيل بقى مسؤوليه نفسي هنا. اوكي. وعايز اقول لكم كمان ان انا في فتره قبل ما اروح اولد وكده برضو جهزت اكل اليوم الولاده. تقولين كنت في ايه ولا في ايه؟ بصوا، طول ما انتوا اتعودتوا ان انتوا تستعينوا بربنا كده وتحافظوا على بيتكم وانتوا تبقوا اساس البيت ده، طول الوقت البيت ده هيفضل عايزكم زي ما انتوا عايزينه، فاهمين حاجه؟ بس كده انا اتعودت على كده. في نقطة كمان عشان تساعدكم جدا في حوار الأمومة ده، حوار ان انتوا مثلا تعملوا حاجات انتي تبقي اصلا، بالذات لو انتي بترضعي هتحتاجي اكل كتير جدا، في سكر مثلا، في حاجات من دي. طب هتعملوا ايه؟ هتجيبوا هتقفوا في يوم مثلا في المطبخ، زي مثلا اليوم ده انت عندك اكل فيه، اليوم اللي انت عندك اكل فيه من اليوم اللي قبليه، خلاص يبقى ده اما توزعيه على الترويق، ما عندكيش ترويق وحاسه ان انت دنيتك لطيفه وخلصتي بدري، ممكن بقى تقفي تعملي كذا حاجه. حرفيا لما بتقفوا تعملوا كريم كراميل او جيلي، او مثلا مهلبيه بسيطه، او اي حاجه من الحاجات اللي هي بنحطها في اطقم الجيلي دي ونعينها في التلاجة وبناكلها، بتساعدنا جدا في الرضاعه. الحاجات دي حلوه قوي 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 قوي، مبتاخدش وقت خالص. يعني معلش الجيلي انت هتحطي شويه يغلوا على النار وشويه ساقعين، عبي دخل التلاجة نص ساعه في اليوم. ولكن انت مثلا جوزك لو بيحب الحلويات او محتاج حاجه ياكلها او يرجع من الشغل في نفس الوقت اللي انت نفسك انت كمان تاكلي حاجه فيه، الحاجات دي بتقعد معاكي كذا يوم، فاهمين؟ الكيكه ممكن ما تقطعوش الكيكه دي من البيت، برضو مش بتاخد ساعه،
الساعه دي اللي هو لو انت صحيتي مثلا والبيبي نايم او كده، بعد ان شاء الله ما نومه يتظبط. مش بقول لكم الحاجات دي تكون في الفتره الاولانيه، لا، في الفتره الاولانيه مثلا لو نفسك في حاجه ومش قادره اشتريها، مش قادره تعملي اكل اشتريه، وانت برضو على حسب مقدرتك. بس انا بكلم الناس اللي هي عندها شغل وفي نفس الوقت ما بتحبش تصرف فلوسها في الهباء، وفي نفس الوقت بتعرف تنظم وقتها. او اطلبش منك تحطي على نفسك لود اكتر، ولكن بخاطب الناس اللي ممكن يكون عندها نفس الكونسبت اللي عندي. خلاص كده. الكيكه دي حاولوا ما تقطعوهاش، يعني مثلا لو انتوا هتجيبوا الثلاث بيضات كده كده انتوا حطيتوهم في الاكل وكده كده انتوا كلتوهم، تمام. يعني احلى كيكه هتاخد 3، تمام، يعني بيزك خالص. حطوها كوبايه لبن مش عارف ايه، خلاص الكيكه اتعملت، عندوها في التلاجة. ممكن مش قادره تقومي مع جوزك الصبح في الفطار وهياخدوه ريح، انت مثلا لما ترجعي شغلك ممكن تاخديه. رجعتي وانت نمتي مع البيبي بدري ومش عارفه تقعدي معاه، هو يا دوب هياكل حتتين منها، تمام كده. وربنا برضو يهدلكوا ازواجكم ما يكونوش رخمه او كده، ويكونوا بيقدروا يعني الفترات اللي انتوا بتعدوا بيها وكده، تمام. فانا كلمتكم النهارده على الاكل. المره الجايه ممكن بقى اكلمكم على حاجات كتير قوي قوي اللي انتوا عايزينه. اقول لكم برضو الحاجات اللي انا اتعلمتها في الفتره برضو بتاعه الحمل، الفتره بتاعه الولاده، تمام. ايه اللي تكوني مستنيه من الناس وايه لا، وحالتك النفسيه ازاي ممكن تحافظي عليها، كل دوت هتكلم معاكم فيه برضو. خلاص انا هقطع بقى كل الخضار وارجع لكم عشان طولت عليكم جدا، بقالي 10 دقايق كاملين بتكلم. هخلص وهرجلكوا على طول. بصوا رصيتها كده بقى وقطعت كل الخضار. حالا بقى هتبلها، هحط ال7 بهارات، بابريكا، كل الحاجات اللي انا التوابل اللي انا بحبها بجد، بيبقى نفسها خطير خطير خطير. فلفل اسود برضو عشان الفراخ، بس مش كتير عشان انا بدات احس يعني بشويه حموضه كده، والاحساس ده بيضايقني جدا. ملح، تمام. الحاجه اللي هحطها حالا بقى روزماري، ثانيه واحده. بصوا ده روزماري فريش وناشف، تمام كده. ما تخافوش، هو مش هيجي مثلا في بقكم ولا الكلام ده خالص. بصوا بقى العلبه اللي انا جايباها اصلا بقالي كذا شهر من بيت الجمله، انا قلتلكوا عليها بجد. المنكهات اللي تحت دي خطيره برضو، هرشها بس كده. اتفرقت اللوري لوري فكرونا نجيب من دول في مشتريات الشهر. حالا بقى هزودها يعني كوبايه ميه صغيره، واحط عليها شويه زيت وعلى النار على طول، تمام كده. كده احنا خلصنا اول صنف في الغدا. هنحمر الرز بشعريه، الرز حبه حبه عشان احنا قلنا الشعريه خلصانه، وهنحطه. انتوا عارفين بقى لما بحمر واسيب اركن مش بيحصل له اي حاجه، ساعه التزويد نبقى نزود. ريحه الفراخ هنا يا جماعه بيرفكت بجد، تحفه تحفه تحفه. وهنا بقى بحمر الرز لحد ما الاقي لونه خلاص يعني جولد قوي قوي، يعني ان هو يتشمع خالص. هوريكم برضو لونه اللي انا بحب اوصل له. شايفين بقى لون الرز؟ شايفين انتوا دوت؟ انا جايبه لكم هنا عشان اقرب لكم، بس مش عارفه ابين لكم ولا ايه، بس لازم يكون باين قوي قوي التحميص فيه. بصوا بقى ده فرق اللون، شايفين؟ هو ده بقى اللي بيخليه ما يعجنش، يبقى طعمه تحفه تحفه، وتحميصته مع الزبده رهيبه. هي الحمد لله لسه نايم. انا خلصت الاكل تحت زي ما وريتكم، قفلت على الرز بقى عشان خاطر يكمل ما يكملش سويه، يعني اللي هو يفضل بقى كده مش متشرب اي حاجه. دي الشنطه اللي كانت معايا امبارح عايزه افضيها، وعندي هدوم هنا عايزه ارجعها الدولاب، وعندنا بس شويه هدوم صغيرين اللي اتفقنا عليهم ان احنا هنطبقهم ونوديهم الدولاب. وفوط البطن فوط البطن عقلي في الشغل، فوط المطبخ عايزين نحطها في الغساله عشان تاخد دوره كده نظيفه وتطلع ريحتها حلوه قوي قوي قوي. وفي اوقات بغليها، يعني كل فتره بعيده كده بغليهم الاول على النار في ميه، تمام، ميه سخنه جدا مغليه، تفضل تقلب 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 كده مع شويه اريال،
بيفوروا كده، وفعلا فعلا بتنزل كل حاجات حرفيا. لما تخلصوا وتشوفوا الميه بتبقى سوري وحشه جدا، زفت خالص. فالمره دي ما عنديش وقت ان انا اعمل الحركه دي، فهنغسلهم كويس قوي قوي في الغساله. بيطلعوا يا دوبك نص ساعه في الشمس وخلاص على كده. هنلم بقى شنطنا ديت ايه كذا يوم، ممكن نحط الشنطه هنا كده على الوحده ومرجعهاش الدولاب. فهرجع يلا بينا نلم الهدوم وبس كده. معانا ميك اب عايز يرجع، معانا واحدة الحاجات دي كلها، مناديلنا، القلم في شغلانتي انا اهم مني انا شخصيا بجد يعني. فلوس، مصباحة اهم حاجة متفيش من غيرها، ودي نضارة بس. طبعا عشان بروح البس السكراب فبقلع كل الاكسسوارز اللي انا لابساها، فانا مروحه ببقى اصلا مش لابسه اي حاجه، ويا دوبك بلبس عشان اروح بس. دي بقى بيبقى ده اللي في دماغي، مش زي الصبح خالص يعني. اوكي بس كده. دي ورقه مكتوب فيها ايه، اكيد مكتوب فيها ده علاج الدكتور كاتبهولي، ما جبتوش مش مشكله. بس كده خلصناهم، هنرجعهم بقى الدولاب. بصوا برضو امبارح جيت معلقتش الحاجه بتاعتي اللبس بتاعي، هنعوضه النهارده مش مشكله. تمام بس كده كل حاجه هنا الحمد لله. شفتوا طبقنا الحاجات يايا طبعا، معظم الغسيل اصلا بتاع الاستاذ الصغنون ده. بس كده هنرجع بقى الشنط زي ما اتفقنا، رجعنا الهدوم مكانها. هنودي الهدوم بتاعتي يايا الدولاب بتاعه، ونروح نشوف الفوات. يلا نبتدي نحط لها يعني الطيب. بصوا يا جماعه، خلصنا ترويق وعاملين فرح صغير انا ويايا. بقت تحفه يا جماعه، وطعم الخضار اللي تحت ده تحفه تحفه تحفه. خدت لون بقى، حطيتها في الفرن رهيبه يا جماعه. جربوها مش هتندموا، ترموش اي حاجه من فرخه، وبجد بجد هتدعولي عليها. خلاص كده اليوم بالنسبه لي انتهى قوي قوي. انا مش قادره اعمل اي حاجه، اي نعم لسه الوقت المغرب مثلا او حاجه، بس خلاص. حتى حضرت هدوم الشغل بتاعتي بتاعت بكره والشنطه وكل الحاجات دي، عشان خلاص كده كفايه قوي قوي قوي. هقعد بقى مش هعمل اي حاجه عشان يعني اقدر اكمل بكره الشغل. بس كده متنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا كومنتات كتير، وان شاء الله تكتروا قريب. بس كده بحبكم قوي، باي.